ابوك مش هيرد عليك يا حسن، ابوك مش هيرد عليك لانه مات. يمكن دي من اكتر الجمل المشهورة في الفيلم الاكثر مأساوية في السينما المصرية، اسف على الازعاج، بطولة احمد حلمي ومنى شلبي ومحمود حميد. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، هنتكلم عن فلسفة فيلم اسف على الازعاج. بس في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وانت هنا في الفيلسوف، ويلا بينا نبدأ على طول. الحقيقة فيلم آسف على الإزعاج فيلم عميق جدا فيلم دارك قوي، فلسفي بشكل كبير. هو كان أغلبه بيتكلم عن طبعا مرض نفسي مشهور اسمه سكيزوفرينيا أو السكيز. كان بيناقش فيه إنه شخصية حسن دي قد إيه ما في بينها صراع جواها، حتى لو هي براها بشخصية ناجحة ومبهرجة يعني. فخليني أخدك كده في رحلة لطيفة لفلسفة الفيلم ده في كام نقطة كده أنا محددهم هنا قدامي، وخلينا نعرف ازاي الشخصيات في الفيلم ده تطورت بشكل كبير جدا علشان تخدم الحبكة اللي كان مؤلف ليها طبعا ايمن بهجت قمر المؤلف للفيلم ده. بص يا سيدي، اول حاجة خلينا نكون متفقين. حسن ده هو حد مهندس طيران، حد شاطر قوي في مجاله، مبدع بشكل كبير، لكن بسبب وفاة والده اللي هو طبعا جاي في الفيلم بدور محمود حميدة، حصل له نوع من الفصام والاغتراب عن الواقع والمجتمع. بقى بشكل كبير منعزل بشكل ملحوظ، فاصل نفسه عن المجتمع، مالوش صحاب كتير. صاحبه الوحيد هو الوحدة وأوضته ووالده يا سيدي، لأن هو إلى حد كبير كان أغلب الحوارات والنقاشات اللي كانت دايرة ما بينهم كانت في الأوضة، تمام، في مكان ما يكونش موجود فيه أمه. لو تاخد بالك أغلب الفيلم هيكون كده، تمام. ويفضل الفيلم ماشي معانا لحد ما نوصل لنقطة ومرحلة انه اساسا ان احنا خلاص مصدقين ان ابوه ده راجل موجود وعايش معاه. يعني ابوه ده مش ميت، مش حد ميت، لا هو عايش معاه. لحد ما تيجي البلوت تويست بتاعت الفيلم ونكتشف من المؤلف ان كل ده كان فيك، وان ابوه اساسا ميت، وكل اللي بيحصل لحسن ده هلاوس ويعني مؤثرات سمعية عليه. كل ده مش حقيقي يا جماعة. في المشهد بتاع طبعا هو بيتكلم مع امه، بتقول له ابوك مش هيسمعك يا حسن لانه مات، وبيتفتح طبعا الكادر كده من بعيد وبنشوف ان مفيش حد في ظهر حسن اصلا. ابوه ده مش موجود، ابوه ده في خياله بس. تاني حاجة طبعا، تاني نقطة، التفرد مقابل الانغماس في الحزن. حسن يا جماعة كان شخص عبقري بشكل كبير، تمام. عبقريته دي كانت دايما مخلياه ان اللي حواليه دول ما بيفهموش في حاجه، واظن ان دي اغلب مشكله العباقره، لان هم دايما بيحسوا انه احنا ما فيش مننا كتير، فاحنا سابقين الناس دي كلها، فبما اننا سابقين الناس دي فما ينفعش ان احنا نتعامل معاهم اساسا لان هم مش هيفهمونا. الناس دي ليها قدر معين من الفهم، الناس دي مش هتقدر توصل لذكائنا ودماغنا. وده كان باين بصراحه في الفيلم بشكل كبير يعني. وهو رايح يقدم على المشروع بتاعه، هو بسبب ان هو كان سابق الناس بشكل ملحوظ في تفكيره، في آرائه، في أفكاره حوالين المشروع اللي هو كان بيتكلم عليه واللي هنجيله طبعا في الحلقة. الناس كانت شايفة ان هو بيقول اي كلام، فهو ده خلاه اكتر ان هو يبعد عن الناس بشكل كبير. طب هو ليه بعد عن الناس؟ لان هو حس ان هو مش شبههم. انا مش شبهكم، انتوا بتعامليني ان انا حد مجنون، مع انه لا، هو كان عبقري. وعلى فكرة دي من اكتر الحاجات اللي بسطتني في الفيلم، ان العقدة دي اتحلت في الاخر، وان الناس في المجتمع قدرت مجهوداته وسعيه في ان هو ينجح مشروعه، وبالفعل نجح في الاخر. تالت حاجة، البحث عن المعنى. بصوا يا جماعة، الدافع الوحيد اللي بيبقى يعني لكل انسان فينا في الحياة له دافع وحيد بيحركه للنجاة او ان انت تسرفايف في هذه الحياة. الدافع بتاع شخصيتنا النهاردة اللي هو شخصية حسن ده هو دافع الشعور بالوحدة. الراجل ده كان وحيد بزيادة قوي، فالوحدة دي هو كان مشاركها مع والده. هما الاتنين بس اللي كانوا بيتكلموا مع بعض في كل حاجة، وللأسف والده ده مش موجود. فالشعور ده دايما هو خلى وراه بحث عن المعنى. يعني هو عايز يدور انا موجود هنا ليه، انا بعمل ده كله ليه. والبحث عن المعنى ده هينقلنا للحاجة اللي بعد كده، وهي ظهور منة شلبي في الفيلم. منة شلبي كان جاية في دور البنت اللي المفروض هو بيحبها. حاجتين حصلوا، هي كانت موجودة في خياله في الأول طبعا في أول الفيلم، وده ضروري إن احنا نذكره إن هي كانت موجودة في خياله. المواقف اللي كانت بتحصل ما بينهم كانت كلها في خيال حسن، عمرها ما كانت دايما حقيقية. آه لكن لما بدأ يتعافى من الاسكيزوفرينيا، بدأ الحاجة دي تتحقق فعلا، ويشوفها في الكافيه ويقابلها ويتعرف عليها ويحبها وهي كمان تحبه. لكن في أول الفيلم هي ما كانتش موجودة، هي كانت في خياله، شخصية هو اخترعها علشان يملى بيها فراغه ده. ويبقى كده في شخصيتين في حياة حسن، أبوه وحبيبته دي.
هم دول اللي كانوا مالين عليه حياته وبيخرجوه عن شعور الوحدة. رابع حاجة، الإبداع بالنسبة لحسن بيخرج من رحم المعاناة، لا سوري، من رحم الخيال. طب أنا ليه بقول كده؟ ليه يا فادي بتقول كده؟ الإبداع بيخرج من رحم الخيال عنده، لأن هو دايما حد مبتكر، حد مخترع، مبدع بشكل كبير في مجال شغله، اللي هو كان في وقتها المشروع بتاعه اللي هو طبعا هو مهندس طيران. فمهندس طيران كان المشروع اللي هو مقدمه للدولة، والدولة في وقتها كانت شايفة انه يعني ده مش وقته ان احنا نعمل ده خالص، هو مشروع توفير الوقود للطيارة. تمام. فالناس كانت كل ما يقدم في مرة يترفض، يقولوا له مشروعك ده احنا هنشوفه وبعد كده نرد عليك، مشروعك ده هيبقى اديهولنا وقت تاني. يبعت الرسالة طبعا اللي في اول الفيلم لسيادة الرئيس، وفي الاخر احنا بنفهم من سياق الكلام ان هي ما بتتبعتش. انت كل يوم بتصحى تملاها وخلاص، انت بتملاها وما بتبعتهاش. انتوا فاهمين اللعبة فين؟ طيب، خامس حاجة في الفيديو بصراحة تهميش الإنسان المعاصر، ودي اللي أنا بشوف بصراحة إن هي ميالة أكتر للجانب الفلسفي بتاعنا. إن هم الناس في الوقت ده كانت بشكل كبير مهمشة فكرة المبدعين والمطورين في المجتمع. ليه؟ لأن هم كانوا شايفين إن هم ناس مثقفين قاعدين على قهاوي بيقولوا كلام وبينظروا على الخلق وخلاص، مش قادرين يفهموا إن البني آدم المثقف عنده قدرة على تغيير الواقع وتغيير المجتمع بالأفكار اللي بيتم طرحها، واللي هو بيحاول وبيساعد الدولة في تنفيذها. ودي كانت مشكلة حسن الرئيسية، ان هو حاسس ان هو في المكان اللي فيه مش متقدر، فبالتالي هو مغترب. هو حاسس برضو بفكرة الاغتراب دي في المجتمع، فبدأ ينفصل عنه ويتحول ويترجم السلوك ده كله لسلوك وحدة دائم مع حسن. لكن تهميش الانسان المعاصر ده اتعدلت النقطة دي بقى في اخر الفيلم، لما هو بدأ يخف من السكيتس، بدأ يتعافى بشكل كبير، بدأ يحب حبيبته دي، بدأ يترجم مشروعه ده الخطوات ويقدمها، وبالفعل المشروع بتاع حسن ده اتقبل وتم تنفيذه ونجح بشكل كبير. بصراحة فيلم آسف على الإزعاج أنا يعني في وجهة نظري الشخصية أنا بشوف إنه هو من أكتر الأفلام اللي كانت صارخة وواضحة على الطب النفسي في السينما المصرية بشكل كبير جدا، وعبرت عن الافكار اللي بتدور في اذهان شباب كتير في المجتمع في الفتره دي. علشان كده الفيلم شاف نجاح باهر، انا بظن يعني من اكتر الافلام السايكو اللي اتكلمت عن الامراض النفسيه باحترام شويه في المجتمع المصري، ومن اكتر الافلام اللي لسه اظن ان هي عايشه لحد دلوقتي وانت بتتفرج عليها وبتحبها كتير يعني. فده كان كل حاجه عندي النهارده في الحلقه. تعالى كده نراجع ببساطه. اول حاجه الفصام والاغتراب، ان حسن ده كان بسبب ان والده توفى، هو دايما عايش بعيد عن المجتمع، بعيد عن الناس، دايما الملازم له هو الوحده، شعور الوحده كان دائم عليه. وده ينقلنا للنقطه الثانيه، التفرد مقابل الانغماس في الحشد، ان هو كان شايف انه بسبب انه مفيش تقدير ليه في المجتمع هو بعيد عن القطيع تماما، هو حد متفرد مختلف مبدع في طريقه تفكيره بشكل كبير. وثالث نقطة البحث عن المعنى، الدافع اللي كان بيحرك حسن هو دافع الوحدة، علشان كده عمل والده في دماغه رجعه تاني للحياة، وخلق طبعا شخصية البنت اللي هي منة شلبي اللي كان بيحبها بشكل كبير في الفيلم ده، واللي كل المواقف وكل الأحداث اللي حصلت طول الفيلم أنا بشوف إن هي كانت في خيال حسن مش أكتر. يعني الحاجات دي عمرها ما حصلت في الحقيقة، لكن هي في دماغه بتدور بس علشان يملى فراغه ويملى الوقت الفاضي اللي عنده. رابع حاجة الإبداع من رحم الخيال، إن هو كان حد مبتكر بشكل كبير، دماغه سابقة الناس اللي حواليه. وده اظن بشكل كبير كان بيأثر على فكرة ان السكيزوفرينيا بتخلي البني ادم عنده لمسة فنية ابداعية مختلفة شاذة شوية عن باقي القطيع. يعني ليه؟ لانه هي بتديله نوع من الهلاوس والسمعيات البصرية اللي تخليه الى حد ما يتخيل ويبتكر اشكال هي مش موجودة في الحقيقة، لكن بتدي طبعا فني بشكل كبير. خامس حاجة تهميش الإنسان المعاصر، إنه بسبب إن الناس في الأول رفضت المشروع بتاع حسن، كل ده كوم جوه حسن تراكمات ضد المجتمع وضد الناس، إن هو مش عايز يتعامل معاهم خالص، إن أنا المهم بالنسبة لي الوحدة بتاعتي، أنا كده يا سيدي مبسوط بنفسي ومش عايز حاجة من حد، وأنا عايش مع أبويا ومع حبيبتي في خيالي وخلاص كده، أنا مش طالب حاجة من الناس ولا شغلي حتى هروحه ولا هعمل كل اللي انتوا طالبينه مني ده. ده كان كده تحليل يعني بشوفه شوية بسيط لفيلم آسف على الإزعاج، بطولة طبعا البرنس اللي أنا بشوف أبدع فيه بشكل كبير أحمد حلمي، وتأليف طبعا أيمن بهجت قمر المؤلف الكبير. من أكتر العلامات اللي أنا بشوف إن هي مؤثرة بشكل كبير وخلتنا نبص لعلم النفس والفلسفات بشكل مختلف، بشكل ملحوظ في تاريخ السينما المصرية بتاعتنا.
طبعا سلسلة فلسفة ما وراء الشاشة مش هتخلص، لكن انا طالب ايه؟ انا طالب دعمكم في الحلقة دي. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة الفيلسوف، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.